السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سيف أسامة من قناة العبقري. في ناس بتقولي ازاي اعمل اطقم شعار النادي او اي نادي في لعبة فوتبول ليج. ركز معايا يا صاحبي، هتلاقي كل حاجة ان شاء الله. يلا بينا ندخل على الفيديو. هتدخل على الرابط اللي انا سايبهولك في الوصف، واللي هو رابط التليجرام. ادي نادي الزمالك والنادي الاهلي، بس لازم لو حتى طالما اللعبة واخدة الاهلي يبقى لازم تحط الاهلي. زي مثلا شعار الاهلي اهو، ادي الطقم الاساسي. بس هنعمل شعار الاهلي بعد كده الطقم الاساسي والطقم الحراس والاحتياط وكل حاجة. هتدوس على شعار، طبعا اللينك اللي تحت شعار الاهلي ضغطة مطولة، لا ثانية متظبطتش اهو، ضغطة مطولة. بعد كده تدوس نسخ الرابط. كده انت نسخت اللعبة وجات على لوحة المفاتيح. هتيجي بقى على اللعبة. عندنا يا صاحبي اهو، جينا على اللعبة. اول حاجة طبعا هنلاقي النادي الاهلي هنا، هنلاقي الاهلي اهو. ثانية كده، خلينا نلعب بطريقة اسهل. هنجيب بقى الفريق اهو ده كده، الدوري المصري، وادي الاهلي اهو. ده النادي الاهلي اللي انت نسخته. تمام، ندوس لحد ما توقف هنا. بعد كده طبعا تضغط على التشكيل، هتوصل لغاية هنا. وبعد ما توصل لغاية هنا هتدوس تعديل. وبعد ما تدوس تعديل هنا في 3 خانات: تغيير اللاعبين لو انت عاوز تغير صور اللاعبين، تغيير الأطقم اللي انت عاوز تغير صور الطقم اللي لسه هننسخه، تغيير الشعار اللي احنا اللي هننسخه دلوقتي. ندوس على تغيير الشعار. هنا عندك شعار الأهلي مش مظبوط، فهتدوس على اللينك اللي جنب الشعار. بعد كده اهو اللينك هنا وصلك، اللينك هنا اللي انت نسخته قاعد هنا. يعني اي لينك زي ما علمتك، اي لينك فريق، اي لينك شعار تنسخه. بس انا سايب لك اللعبة، طبعا سايب لك برضه شعار نادي سان داونز تحت اللينك، الطقم الاساسي تحت اللينك زي كده. طبعا تدوس على اللينك، بعد كده تدوس حسن ثانيتين وهيظهر لك. طبعا ادي شعار النادي الاهلي ظهر معاك. طبعا طريقة سهلة جدا. ادي شعار الاهلي اهو قدامك، ده شعار الاهلي. خلينا بقى نجيب الطقم. تمام كده، هندوس تحت الطقم الاساسي لينك. فين هنا الطقم الاساسي؟ هنا تحت الطقم الاساسي هنا لينك. بعد كده تدوس ضغط مطول. بعد كده تدوس نسخ الرابط وطبعا انت نقلته. بعد كده ندخل على التشكيل زي ما قلت لك، بس اللي يختلف هنا ما ينفعش هنا تغيير الشعار تحطه في الطعم، لا ما ينفعش. اهو تغيير الاطقم اهو، او تغيير القميص موجود. تنسى بعد كده تدوس على القلم، الطقم الاحمر اهو دوس عليه، الايقونة اللي هي مرسومة على القلم. بعد كده اللينك اللي انت نسخته اهو تدوس عليه. بعد كده تدوس بس كده نعمل معاك الطقم. ويلا بينا ندوس على الطقم التاني. ندوس على الطقم التاني زيه زي الطقم الأول بالظبط، وزي الطريقة بتاعته بالظبط. بس ما ينفعش تغير، ما ينفعش تعمل أيقونة القلم الأحمر فيها. ادي القلم الأسود، تدوس على أيقونة اللي عند الطقم التاني
بعد كده تدوس على اللينك، بعد كده تدوس حسنا وهيظهر لك الطقم التاني. وأظن إن أنا علمتك طبعا. وطقم الحراس نفس الطريقة، طبعا تدوس على اللينك الطقم التالت. وكده علمتك ازاي تعمل أطقم من النادي الأهلي. طبعا أنا سايبلك نادي سان داونز، نادي سان داونز. طبعا اديني علمتك. في ناس كاتبالي في التعليقات بتقولي ازاي اعمل الواجهة دي، اهو عملتهولك. لو انت عاوز اي طقم تاني ان شاء الله ان شاء الله ممكن اجيبه. هنستعرض الطقم ونستعرض الأطقم. ادي الطقم الاول للفريق، طقم 2025. وادي الطقم التاني، الطقم الجديد. كده تكون خلصت حلقتنا. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. متنساش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معكم سيف أسامة من قناة العبقري، فإلى اللقاء.